لو نفسك تبدأ يومك بخطة أكل متوازنة من غير حرمان وتوصل لهدفك من غير ما تحس بالجوع أو الملل، الفيديو ده ليك. هقدم لك خطة يوم كامل فيها تقريبا 1500 سعرة حرارية بوجبات مشبعة وسهلة التحضير مع بدائل مختلفة علشان تناسب أي شخص وأي ظروف. وكمان هنتكلم عن نصايح مهمة للدايت وإجابات على الأسئلة المتداولة اللي بتلخبط ناس كتير. نبدأ الأول بالفطار، عبارة عن نص كوب شوفان مطبوخ في كوب لبن خالي الدسم. ممكن نضيف معاه نص موزة مقطعة أو ناكل 2 حبة تين. معاهم بيضة مسلوقة أو أومليت بزيت الزيتون الخفيف. البدايل بقى ممكن نبدله بربع رغيف بلدي زائد 3 معالق جبنة قريش زائد خيار أو طماطم، أو كوب زبادي لايت زائد معلقة شوفان زائد عنب. وجود البروتين في الفطار زي البيض او الجبنه القريش هيساعدك تفضل شبعان لفتره اطول. الغدا طبعا عباره عن طبق سلطه خضراء كبير، بيتكون من خيار وطماطم وجرجير وفلفل الوان. طب البروتين قطعه في حجم كف اليد من السمك المشوي زي فيليه بوري او قاروص. معاهم نص كوب رز مسلوق او بطاطس مسلوقه متوسطه. البدايل بقى البروتين ممكن نبدله بدجاج مشوي او لحمة خالية من الدهون بحجم كف اليد برضو. بدل الأرز ممكن ربع رغيف بلدي. نبدأ دايما بالسلطة ودي هتقلل كمية النشويات اللي هناكلها بشكل طبيعي. نيجي بقى للسناك، عبارة عن تفاحة متوسطة او 2 حبة تين مع 10 حبات لوز او 3 تنصاص عين جمل. البديل بقى كوب زبادي صغير لايت مع معلقة بذور شيا معاهم ثمرة موز صغيرة. السناك بيحافظ على مستوى الطاقة وبيمنعك من الجوع الشديد اللي بيخليك تاكل زيادة في الوجبة الرئيسية. نيجي بقى للعشاء، تونة مصفاة من الزيت زائد ربع رغيف عيش بلدي زائد سلطة خيار وجزر، أو علبة زبادي لايت زائد معلقة شوفان معاهم شريحة أناناس أو عنب. طب البدايل ممكن نبدل ببيض اومليت بالخضار زائد سلطة، وجبنة قريش زائد طماطم زائد خيار زائد ربع رغيف بلدي. خلي العشاء خفيف وسهل الهضم، جسمك مش محتاج سعرات عالية قبل النوم. نصايح للدايت: اشرب من 8 ل 10 أكواب مية يوميا. فاكهة الموسم أوفر ومليانة فوائد، استغلها. الألياف اللي هي خضار وفاكهة وحبوب كاملة شبع وهضم أفضل. وزع الأكل على مدار اليوم وما تسيبش نفسك تجوع. لو جوعت بين الوجبات جرب كوب شاي أخضر أو أعشاب دافية. امشي على الأقل نص ساعة يوميا. ونيجي بقى للأسئلة اللي بتدور في دماغنا. هل لازم التزم بالوجبات دي بالظبط؟ لا، تقدر تبدل اي وجبة ببدلها او بوجبة قريبة في السعرات. المهم المجموع اليومي يبقى حوالي 1500 سعرة. السؤال التاني: لو جعت بعد العشاء اعمل ايه؟ جرب تشرب كوب مية او اعشاب. لو لسه جعان خد سناك خفيف زي خيار او خس او علبة زبادي صغيرة. طيب هل لازم اكل في نفس المواعيد؟ لا، وزع الوجبات حسب يومك، بس خلي بين كل وجبة بالتانية 3 ل 4 ساعات. هل ينفع اكل حلويات؟ ممكن قطع صغيرة مرة او مرتين في الاسبوع واحسبها ضمن سعراتك. طيب هل ال 1500 سعرة دي تنفع لكل الناس؟ لا، ده مثال لخطة مناسبة للي عايز ينزل وزنه بمعدل متوسط، لكن السعرات بتختلف حسب السن والوزن والطول ومستوى النشاط. وبكده قدمنا خطة يوم كامل 1500 سعرة حرارية بوجبات مشبعة وسهلة مع بدايل ونصايح وأسئلة متداولة. جربوا الطريقة وقولولي في التعليقات ايه اكتر بديل بتحبوه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان اللي يوصل لكل واحد محتاج الفيديو. سلام.